نادي العين. رحيمي الآن يبدأ الرحلة الأولى. الله، سجلها سفيان، نفذها رحيمي في المرمى. 1 للعين، 1 للعين. شوف مباشرة الآن سفيان رحيمي ينجح في تسجيل الركلة الترجيحية الأولى بنجاح بالنسبة لنادي العين، وبالتالي 1-0. الآن كيبانو لمصلحة نادي الجزيرة، ومحمد بوسندة هنا في المرمى. هذا كيبانو وهذا بوسندة وصافرة الهرمودي وكيبانو. يا لقوتها ودقتها، هي في المرمى. الجزيرة يعدل 1-1. شوف قوة التسديدة في زاوية مستحيلة المستحيلات. كيبانو ويا له من تنفيذ خرافي. الكرة تعانق الشباك. 1-1. الصغير يفرح والصغيرة تزهر بهذا الصوت. الآن بندر الحبابي كابتن العين. الركلة الثانية ليكوفيتش في المرمى، ولدينا الآن بندر الحبابي على التنفيذ بانتظار صافرة الحكم. بندر وليكوفيتش يوجه حارس المرمى. هنا بندر الآن، بندر صدها ليكوفيتش. هذا الحارس تشعر وكأن لديه الكثير ليقدمه. الآن يتصدى في توقع صحيح، في كرة يذهب لها بهذه الطريقة، ويا له من تصدي هذا الحارس، والعين اللي يابت هذا الحارس، والخبير الذي شاهد هذا الحارس. الآن ليكوفيتش بهذا التصدي يجعل أفضلية الجزيرة واضحة. والنني الآن على التنفيذ. الركلة الثانية للجزيرة. ماذا عن بوسندة؟ ماذا عن محمد بوسندة؟ محمد ومحمد. النني قوية. النني بطريقة معها الكرة لا تصد ولا ترد في المرمى. العيناوي من الركلة الثانية بنجاح. أصبحت 2-1. شوف هذه من كرات البريمير ليج، هذه من الكرات على مستوى أوروبا. شوف التنفيذ في منتصف المرمى وبكل قوة. الآن يأتي دور نادي العين للتسديد بعد قليل. فرحة الجزراوي بالتنفيذ الصحيح للكرة الثانية. الآن الهداف الكبير لابا كوجو من أجل إعادة العين مرة أخرى. لابا كوجو هداف العين الكبير. الصغير العيناوي يترقب والكل يترقب. ولابا ضيعها لابا. أنتم على موعد كبير أيها السيدات والسادة، مع حارس كبير قادم هنا في كرة الإمارات. إنه ليكوفيتش، إنه ستويان ليكوفيتش. هذا الحارس الذي يتصدى لركلتين عيناويتين، وبالتالي الثالثة للجزيرة. يا له من تصدي، صد كرة بندر وصد كرة لابا. والآن الفرحة الكبيرة. وطبعا شوف يقول له ما راح تسجل والله ليكوفيتش، لكن سفيان رحيمي راح لبوسندة وعطاه بعض التعليمات. جاي ديسنس البلجيكي البديل يستعد الآن للتنفيذ. الثالثة لمصلحة نادي الجزيرة. جاي ديسنس على التنفيذ. محمد بوسندة. الثالث جزراوي. الثالثة بنجاح. وبالتالي الآن الجزيرة يخطو خطوة كبيرة من
أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي. نعم، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي. نعم، وهذه الكرة، هذا التنفيذ، كل الكرات سكنت المرمى، كلها صحيحة. ليكوفيتش يا لها من فرحة كبيرة، يا لها من فرحة كبيرة. الآن إيريك، إذا ضاعت يا إيريك فإن الأمور ستحسم وسيتأهل الجزيرة. الآن إيريك على التنفيذ، إيريك وليكوفيتش. إيريك سجلها مع أنها كانت قريبة جدا، كانت قريبة جدا. ليكوفيتش يذهب إلى نفس الزاوية في كل مرة، ولاعبو العين ينفذون في نفس الزاوية في كل مرة. شوف، كان ممكن يصدها، لكن كرة إيريك راحت إلى المرمى لتعيد الأمل من جديد. والكرة هنا فيها فرحة. الآن ستكون الضربة الرابعة للجزيرة. شوف، يقول لي شوي وكنت راح أصدها. أحمد فوزي ماذا عن هذه الكرة؟ هل يفعلها ويؤهل الجزيرة؟ إذا تسجلت الجزيرة يتأهل. بوسنده في المرمى، أحمد فوزي والجزيرة إلى مربع الذهب، الجزيرة إلى الدور نصف النهائي، الجزيرة لمواجهة الوصل في نصف نهائي كأس مصر في أبو ظبي الإسلامي. فعلها الجزيرة